السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر، أمطار وزخات رعدية قوية جدا مرتقبة بالعاصمة الجزائرية، بالولايات الغربية الجزائرية أمطار متوقعة بجلفة، بتيارت، بوهران، بالمشرية، بالجزائر العاصمة، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. وتشير التوقعات للنموذج الأوروبي كما تشاهدون في هذا الفيديو. أمطار وزخات رعدية متوقعة بالمشرية، بوهران، بتيارت، بجلفة، ببسكرة بالعاصمة الجزائرية، وبقسنطينة، وأجواء مستقرة جنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال زوال يوم السبت، أمطار لا زالت تتواصل على الولايات الغربية. هذه الأمطار والعواصف الرعدية المصحوبة برياح قوية أحيانا جد رعدية على المشرية ووهران وتيارت وجلفة والجزائر العاصمة وبجاية وقسنطينة وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الأحد 26 من أفريل، استمرار التكونات الرعدية فوق المرتفعات الجبلية الجزائرية، ودائما نحن في متابعة ورصد آخر التطورات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر. وهناك توقعات بعيدة المدى تشير بعض النماذج الرقمية باستمرار تكونات رعدية، ويجب توخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات، لأن هذه الأمطار قد تتشكل سيول وجريان الأودية فوق المناطق الجبلية المتواجدة بالمرتفعات. هذه كمية أمطار ستكون أحيانا قوية وعواصف، وكذلك هناك رعد وبرق في بعض الولايات، لكن هذه مجرد توقعات والعلم لله. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بدولة الجزائر.